معكم اليوم على الشاشة محمود الحسن الهاشمي، ممثل الصف الأول قسم العربي، وأنتم تنظرون قناة الرياض التابعة لجامعة رياض العلوم كابل. أنباء عالمية. التغير المناخي. تقارير علمية تشير إلى زيادة حدة الأعاصير والفيضانات في العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية. الدول تتخذ تدابير جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية. انتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2024. السباق الرئاسي يشهد تنافسا محتدما بين الأحزاب السياسية الكبرى، مع تأثير كبير للسياسات الداخلية والخارجية على توجهات الناخبين. أنباء إقليمية. اتفاق السلام السوداني. تجددت الجهود لتحقيق السلام في السودان بعد توقيع اتفاقية جديدة بين الفصائل المسلحة والحكومة الانتقالية. اقتصاد السعودي. أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة استثمارية ضخمة ضمن رؤية 2030 تشمل قطاعات السياحة والطاقة المتجددة. اتفاق الإيراني النووي. مفاوضات جديدة بين إيران ودول الكبرى بشأن الاتفاق النووي وسط مخاوف من تطورات التصعيد في المنطقة. أنباء المحلي. تقدم العمل في قناة قشتيبة. يعد هذا المشروع واحدا من أكبر المبادرات التنموية في أفغانستان، حيث تهدف القناة إلى تحويل 550 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية منتجة. يبلغ طول القناة 285 كيلومترا، وعرضها 100 متر، وعمقها 8.5 مترا. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 108 كيلومترات، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية. هذا المشروع سيساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المياه للعديد من الولايات الشمالية مثل بلخ، جوزجان، وفارياب. أنباء الجامعة. جامعة رياض العلوم كابل هي واحدة من أبرز المؤسسات الدينية في أفغانستان. الجامعة تعد مركزا رئيسيا للتعليم الإسلامي العالي، وخرجت العديد من العلماء المتخصصين في علوم الفقه والحديث والفتاوى. تشتمل الجامعة على عدة أقسام، بما في ذلك أقسام لحفظ وتجويد القرآن والفقه الإسلامي، فضلا عن قسم للغة العربية. نتائج الاختبارات النصف السنوية. أعلنت إدارة جامعة رياض العلوم كابل التي تضم 2500 طالبا عن اقتراب موعد إعلان نتائج الاختبارات النصف السنوية. بعد إجراء الاختبارات بالنجاح، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر النتائج التي من المتوقع إصدارها قريبا. الإدارة أكدت حرصها على الشفافية والدقة في تصحيح الاختبارات لزمان تحقيق العدالة للطلاب. حفلة قسم المعهد بجامعة رياض العلوم كابل. في جامعة رياض العلوم كابل تقام مناسبات وحفلات متعددة كجزء من الأنشطة التعليمية والاجتماعية. أحد أبرز هذه الحفلات هو حفل توزيع الجوائز والشهادات لطلاب الذين أتموا دراستهم في مختلف الدراسات الدينية والعصرية. هذه الفعاليات تجمع بين تكريم الطلاب وتعزيز الروابط بين الإدارة والطلبة. يتم تنظيم الحفلات عادة بحضور العلماء والشخصيات المهمة من المجتمع المحلي. تعد فرصة للاحتفال بالإنجازات التعليمية وتميز وتفوق للطلاب في الجامعة.